يلا بينا. هندوس كرييت انشاء عشان نبدا نعمل حمله، صح؟ مش كل الناس بيظهر قدامهم ده؟ صح. تمام. هتلاقي اويرنس وهتلاقي ترافيك وهتلاقي انجيجمنت وهتلاقي ليدز وهتلاقي اب بروموشن وهتلاقي سيلز، وفي فوق هنا حاجه اسمها اوكشن او ريزرفيشن. دوست انا عليها، شايفينها؟ تمام. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان بيقول لك انت عايز تعمل اعلانك بالمزايده اللي هو الطبيعيه، الاوكشن دي اللي هو اصلا فكره الفيسبوك قايمه على مزادات، او ريزرفيشن ان انت بتخش اصلا تحجز كامبين مع الدعم، وتبدا النهارده يحدد لك الكامبين دي تشتغل بعد 3 ايام، وتحجز التارجت اودينس ده وتبدا تشتغل عليه. دي في فرق بين ان انا النهارده اشتغل بالمزاد، ان انا واكتر من شركه نخش نشتغل مع بعض عادي على الجمهور، فرق بين انا النهارده احجز جمهور وعايز اشتغل عليه، وانا مش مقتنع ان انت لما تيجي تحجز كامبين وتشتغل بعد يومين 3 على جمهور معين ان انت لوحدك اللي تشتغل على الجمهور ده. مش مقتنع، كلام مش منطقي. فاهمين قصدي؟ يخسروا بعض. استحاله. فهي تشتغلها اوكشن، وزي ما كلنا شغالين الدنيا جميله الدنيا رايقه. عندك اكتر من طريقه بقى، اويرنس وترافيك وانجيجمنت وليدز واب بروموشن وسيلز. اويرنس، ترافيك، انجيجمنت، ليدز، اب بروموشن، سيلز، ايا كان الطريقه اللي هتشتغلها وايا كان الكامبين اللي هتشتغلها، في الاخر انتوا كلكم بتحاسبوا بطريقه واحده اللي انا شرحتها لكم المره اللي فاتت عشان نبقى فاهمين، اللي هي ايه؟ بالامبريشن. اللي هي ايه؟ اللي هي مجموع مرات الوصول. الاويرنس انا بستخدمها امتى؟ بستخدمها لما انا اكون عايز اعمل براند اويرنس، وممكن استخدم بدلها الانجيجمنت. ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق مش كبير خالص، فقط ان انا بفهم الخوارزميات ان انا عايز تفاعل من الحمله دي، لايك، كومنت، شير، ناس تشوف الفيديو تقف عليه. الاويرنس تيجي تلاقيها هو خوارزميات بتبقى مركزه اكتر ان هو يودي الاعلان بتاعك لاكبر قدر ممكن من الجمهور. يعني ايه الكلام ده؟ انا شغلت كامبين دلوقتي، الكامبين دي هختار جمهور تشتغل عليه وليكن الاودينس ده 1,000,000 واحد. الاويرنس هو الكامبين دي كخوارزميات تركز على قد ما تقدر انها تبعت لاكبر قدر ممكن من المليون بالبادجت دي، فما يهمهمش ان الاعلان ده حد يقف عليه ولا لا، يتفاعل عليه ولا لا، يدوس لايك ولا لا، يعمل كومنت ولا لا. كخوارزميات حتى تلاقيها الاعلان ممكن ما يظهرش الاثنين ثلاثه باستمرار ويبقى الامبريشن بتاعك عالي، يعني الاعلان تكراره على الشخص الواحد ممكن يكون قليل. الترافيك دي الحملات اللي بستخدمها لو انا عايز ترافيك من الفيسبوك او انستجرام، حد يدوس على الاعلان ده يوديه على حاجه ثانيه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي قناه يوتيوب، عايز اعمل اعلان على الفيسبوك او على الانستجرام، لما حد يتفاعل على الاعلان ده اللينك يوديه فين؟ على ويب على سايت، قناه اليوتيوب، على على اليوتيوب، الويب سايت، على جروب تليجرام، على جروب واتساب، اي لينك لاندنج بيج، صفحه هبوط، على جوجل فورم. انا عامل استماره على جوجل فيها الاسم ورقم التليفون والتفاصيل، وخدت اللينك بتاع الاستماره دي وحطيتها في الاعلان بتاعي. اي حد هيدوس على الفيديو او الديزاين بتاع الاعلان ده اوتوماتيكلي هيوديه فين؟ يفتح له الاستماره، يحط البيانات. فالترافيك ان انا بترافيك من ميتا على اي حاجه سواء جوه ميتا او بره ميتا. وصلت؟ هم كلهم طريقتهم واحده في الاعلان، وهنخش جوه بالراحه. بس انا عايز بس اقول لكم الفرق بين الاوبجكتيفز. تمام. الانجيجمنت حمله التفاعل. لو انا تارجتي ان البوست ده يجيب تفاعل بقى، يجيب كومنتات وشيرز ولايكس وفيوز وقصص كبيره كده، عادي جدا بشتغل انجيجمنت، مفيش مشكله. طب انا عايز رسائل، برضو بشتغل انجيجمنت. ممكن عادي جدا اعمل حمله رسائل، يعني الناس لما تشوف اعلاني تدوس سند مسج وتبعت لي رساله سواء على الواتساب او الانستجرام. ممكن برضو الانجيجمنت هتلاقيها مكتوب على اليمين يا جماعه، جود فور ايه بالظبط. ممكن استخدمها ان انا ممكن اعمل كونفرجنز، يعني عادي جدا لما حد يشوف الحمله يدوس عليها توديها على الويب سايت يعمل عمليه شراء. ممكن استخدمها الحمله دي برضو كانجيجمنت، لو حد داس على الحمله يبقى في زرار اسمه كول ناو، ولو حد داس عليه يتصل بيا على الرقم اللي مربوط على البيج فورا. ويبقى النهارده الحمله عباره عن استقبال تليفونات، مكالمات. ممكن استخدمها ان انا اجيب فيديو فيوز، اجيب مشاهدات كتير على الفيديو. ليها اكتر من طريقه، ودي الحمله اصلا اللي كلكم تشتغلوها تقريبا، يعني معظمكم بيشتغل انجيجمنت حتى لو هعمل اويرنس. انجيجمنت، ليدز.
دي الحمله اللي بستخدمها عشان اجمع بيانات. ينفع اجمع ليدز. يعني ايه اجمع ليدز؟ تارجت الكامبين دي كلها تبقى مركزه في الخوارزميات ان الناس تدوس ساين اب وتكتب بياناتها، تكتب بياناتها نفسها، عقارات، كورسات، عربيات، اي حاجه انت هتسيبها بيانات. الاب بروموشن ده لو انت هتسطب ابلكيشن. السيلز لو انت برضه هتشتغل على الويب سايت، على الكتالوج بتاع الكونفرجنز، هتجيب رسائل، مكالمات، يعني نفس الانجيجمنت تقريبا. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده السؤال اللي بيدور في كل دماغ. الرساله عن طريق السيلز احسن ولا الانجيجمنت؟ لا، بالنسبه لي كحسام بستخدم ساعات حملات الانجيجمنت في الرسائل، وبستخدم ساعات حملات السيلز في الرسائل. لو انت النهارده عندك منتج ملموس عايز تبيعه، جرب سيلز، هتجيب معاك شغل كويس، والانجيجمنت برضه بيجيب شغل كويس. لو انت عندك خدمه وعايز حد يبعت لك رساله ويبقى في تفاعل اكتر على البوست، جرب انك تشتغلها انجيجمنت او سيلز. فالاثنين بالنسبه لي مش فرقهم مش كبير قوي. انا بستخدم دي وبستخدم دي، واشوف النتائج من هنا واشوف النتائج من هنا. اهم حاجه في الاخر بالنسبه لي ابقى صارف على السيلز كام وبايع قصادها كام. لو حمله رسائل نفس الكلام في الانجيجمنت. فسيادتك مفيش حاجه اسمها ان حمله الرسائل من السيلز احسن من الانجيجمنت او العكس. حسب الدنيا ظابطه معاك ازاي. لو انت شغال دلوقتي عن طريق السيلز والرساله بتجيلك بسعر كويس جدا وبتجيب مبيعات، زي العسل. طب لو انت النهارده بتجيبها عن طريق الانجيجمنت، زي العسل برضه. مفيش حاجه اسمها ايه احسن من ايه. وصلت؟ وصلت. بس الاثنين واحد، ولكن الفرق الجوهري بقى في ايه كخوارزميات؟ هو ده اللي لازم نفهمه. مم. الخوارزميات لما بتشتغل على حمله التفاعل هي بتركز ان ممكن البوست يظهر مره واثنين وثلاثه لنفس الشخص، فتلاقي الامبريشن بتاعك ثلاثه. يعني يقول لك ايه امبريشن ثلاثه في التقرير؟ يعني معنى كده ان اعلانك بيظهر لكل شخص من التارجت اودينس دول كم مره؟ 3 مرات. ثلاث مرات. فهمتني؟ طب هل ده حمله. حاجة كويسة أصلا؟ على حسب. انا بالنسبه لي لو منتج عايز اخلي الناس تزهق منه، ان شاء الله 10 مرات، ايه المشكله يعني؟ اما النهارده لو انا عندي ستوك قليل وعندي تارجت اودينس كبير وعايز انجز، لا، غلط. فهمتني؟ طب ولو عايز إن أنا أظهر لأكبر عدد ناس؟ ما اشتغلش سيلز ابدا. السيلز هو اللي بيقرر، الانجيجمنت ما بيقررش. كل لما تنزل لتحت بتلاقي التركيز اكتر ان هو يفضل ورا العميل عشان خاطر عمليه البيع تتم. ولكن انا بقول لك احيانا الانجيجمنت دي بقى كخوارزميات بحسها بتجيب مبيعات اكتر بكتير من السيلز. واحيانا في فترات تانية السيلز اللي بتنجز معايا. انا بقى المفروض اعمل ايه؟ اجرب في الاثنين، اشوف الماشي معايا الانجح. واظبط. اه. هو انت هتخسر حاجه لما تفتح كامبين سيلز رسائل وكامبين انجيجمنت؟ رسائل دي كامبين، دي حمله ودي حمله، والاثنين يشتغلوا وتشوف هنا الرساله بكام والرساله بكام، وهنا جالك كام اوردر من اللي بعته وهنا جالك كام اوردر من اللي بعته. وتوقف واحدة منهم ولا تفضل مخلي الاتنين شغالين؟ اوقف واحده منهم لما اشوف ايه الاحسن. اه تمام. كمول عندك منتجات كتير، كمطعم عندك مكان، ايا كان انت بتبيع ايه، طالما مكان بيستقبل جمهور بتشتغل انجيجمنت وبتشتغل فيديوز وبتشتغل النهارده الكوبي بتاعك بطريقه معينه تنفايت الناس انها تيجي المكان بتاعك. يعني على سبيل المثال انا دلوقتي النهارده ممكن اعمل فيديو ان النهارده ازاي تجيبي حاجه بيتك كلها من مكان واحد وبنص الثمن او باوفر كذا، وباجي النهارده بتكلم على الفيديو ده في او، والفيديو ده عمال يصور كل اجزاء في المول، تمام. بعد كده في الاخر بقول تمام زرونا تمام. لمده كذا يوم وهتاخدي خصم كذا وبقول العنوان. ده هتشتغلوا حمله رسائل؟ ما ينفعش. ده هتشتغلوا انجيجمنت، تفاعل على البوست، بحيث ان النهارده يجيب تفاعلات كتير والناس تشوف العنوان او تسالك العنوان فين وتجيلك، صح؟ صح صح. بس مش هتشتغل رسائل هنا خالص. انا مطعم عايز الناس تيجي تاكل عندي، مش هشتغل ابدا ابدا لا ليدز ولا سيلز ولا اب بروموشن. هشتغل انجيجمنت فقط واويرنس فقط. ومن الاخر فككم من الاويرنس، انجيجمنت فقط لا غير. المطاعم بتشتغل انجيجمنت فقط لا غير، تفاعل فقط. طيب انا لسه ما شرحتش بس فهمنا مبدئيا الفرق بينهم ايه. اه تمام، الدنيا تمام. هناخد واحده اللي هي الانجيجمنت اللي تقريبا هي شامله معظم الحاجات دي، دي اللي هنشرح عليها مدير الاعلانات. بعد كده هنبدا بقى في الفترات اللي جايه، المحاضرات اللي جايه، ناخد الليدز لوحدها، ناخد الويب سايت لوحده. لان انتوا هنا ثلاث انواع: ناس موجوده عندها خدمه فمحتاجه ناس جمهور تجي لها على الارض كتير، وناس كتير منكم عندهم صفحات محتاج الناس تبعت لها رسائل وتشتري منهم اوردرات، ناس شغاله في مجالات كل اللي محتاجه منهم الليدز.
صح؟ صحيح. بالتالي احنا لازم نشتغل نشرح الانجيجمنت بتفاصيلها، دي اهم واحده. بعد كده ناخد الليدز لوحدها، هي نفس الانجيجمنت بالظبط، تختلف بس في طريقه عمل الفورم. والسيلز نفس الانجيجمنت بالظبط، بس السيلز اللي هتختلف فيه عن الانجيجمنت اللي هو ازاي نربط، او ازاي يبقى في حاجه اسمها ويب سايت وبيكسل والكلام الحلو ده، وازاي نكريت بيكسل. مش في ناس عندها ويب بيكسل ده اللي سايت؟ هو كونفرجن بيكسل بتاع بالظبط. الفي صح؟ بالظبط. يلا نروح، يلا بينا. اوكي. يلا بينا. انجيجمنت كونتينيو. بيبدا يقول لك انت عايز تشتغل تيلورد مسج ولا مانوال انجيجمنت؟ عايز تشتغل اي من البدايه كده ولا تشتغل مانوال؟ طبعا ما بنشتغلش تيلورد خالص، بنشتغل مانوال. ولو عايزين نشتغل اي هتلاقيها جوه بعد شويه. كونتينيو. اول ما بتفتح بتلاقي عندك حاجه اسمها الكامبين بادجت والاد سيت والاد. الفرق بين الثلاثه ايه؟ ان الكامبين او الكامبين دي الحمله اللي تحتيها مجموعه اعلانيه اللي هي الاد سيت، اللي هي تاني واحده. شايفين الشاشه صح؟ شايفين. اللي تمام. تحتيها الاد. فهي انا ممكن اعمل حمله اعلانيه تحتيها اكتر من مجموعه اعلانيه، والمجموعه الاعلانيه تحتيها اكتر من اعلان. ده كلام ادفانسد قوي مش هنشرحه النهارده. الحمله بتاعتي كل اللي بعمله ان انا بسمي الحمله. هتسمي الحمله ايه؟ سميها يناير او فبراير، جروب شهر فبراير اهو. حلو الكلام. او جروب يناير. بيقول لك انت كاتيجورايز يور ادز. حاول تقول لنا الاب بتاعك تبع ايه، سياسه ولا ماليات، بتلم فلوس ولا بتعمل ايه. ما تقولش اي حاجه فيها خالص. عشان تبقوا عارفين، هنا الكامبين بادجت اوبتمايزيشن فقط هي اللي فيها اللعب، وهوريكم منين دلوقتي. ما بعملش اي حاجه في الكامبين دي خالص 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 في الصفحه دي، الا اللعب هنا هيكون في السي بي او اللي انا فتحتها دي. شايفينها؟ تمام. شفتوا اللي انا دوست عليها اوف بقت اون ديت؟ ايوه. فتحت لنا بقى نحط البادجت كام والحاجات الحلوه دي. وبرضه مش هنتكلم عنها النهارده. كل اللي عايزك تعمله تسمي الكامبين بس. في حاجات وانا معدي هسيبها مش هشرحها، عشان دي لما بتتفتح او بتشتغل بتكون مبنيه على حاجات اتعملت في المجموعه الاعلانيه. فاهمين قصدي؟ اوكي. فانا في حاجات هعديها قصد وهرجع لها في الادفانسد. نقسم الشرح بتاعنا في الاعلانات المموله جزئين: جزء عادي اللي هو النهارده، وجزء ادفانسد اللي هو بكره. اتفقنا؟ اوكي. تمام. العادي بتاعنا بنحط الكامبين نيم ايه ببساطه، وبعد كده بنزل اقول ايه؟ تكست. لو دوست على تاني واحد هنا، دي المجموعه الاعلانيه تحت كلمه فب. شفتوها؟ ها؟ اللي هو مكتوب على نيو انجيجمنت. برافو عليك. هي بالظبط. لو انا كنت على فب هنا ودوست على اللي في النص دي، شايفينها؟ هي اوكي. تمام. بالظبط. لو انا كنت على فب دي ونزلت تحت خالص ودوست نيكست، شايفينها؟ على اليمين، تحت على اليمين. ايوه. الثلاث زراير دول بيودوك في حته واحده، اللي هي في الاخر تخش على ايه؟ على نيو انجيجمنت اد ست. تمام. هتسميه ايه؟ دي اسمها المجموعه الاعلانيه. تعالوا نكتبها بالعربي يا جماعه بالله عليكم، عشان ايه الناس ما تنساش. المجموعه الاعلانيه دي المجموعه الاعلانيه بتاعتي. ايه اللي بيحصل في المجموعه الاعلانيه دي بكل اختصار؟ بحط في المجموعه الاعلانيه دي الصفحه اللي انا هشتغل عليها ايه. بختار الصفحه. بختار في المجموعه الاعلانيه دي انا هشتغل استقبل الرسائل بتاعتي على الانستجرام ولا الفيسبوك ولا الواتساب. الديستنيشن بختار اعلاني هيظهر فين. اعلاني نفسه لما اشتغل على ميتا هيظهر للجمهور فين. بحط الباير بيرسونا بتاعتي بالتفصيل، يعني بحط العنوان وبحط السن وبحط الاهتمامات وبحط اللايف ستايل وبحط الجمهور، بحط كل حاجه انا راسمها اصلا. فاكرينها؟ ايوه. فحضرتك هنا لما بتيجي تشتغل انت اخترت خلاص، كتبت اسم المجموعه الاعلانيه. عايزك تركز على اليمين كده. شايفين كلمه اودينس ديفينيشن على اليمين اهي؟ اه. ايوه. تمام. الاودينس ديفينيشن ده لو خدت بالك بيقول لك الاستيميتد اودينس 33 مليون ل 39 مليون، صح؟ مين دول؟ دول 33 ل 39 مليون مصري قاعدين على او عندهم ميتا اكونت. تمام؟ طيب. احنا ما عملناش اي حاجه خالص. الرقم ده هيتغير باستمرار مع اي تعديلات هنعملها ليها علاقه بالباير بيرسونا. تمام. سيبنا منه دلوقتي، انا بس بفصص لكم وافهمكم يعني.
دلوقتي لما جيت اعمل اعلان وحطيت اسم المجموعه الاعلانيه، سميتها المجموعه الاعلانيه، قال لك باشا انت عايز تستقبل رسائل، شايفين بينور ويطفي كده صح؟ ولا عايز تفاعل على البوست بتاعك؟ يعني انت عندك فيديو وهتنزله وعايز تمول عليه، فبالتالي يجيب لك لايكس وكومنتس وفيديو فيوز، ولا انت من الاخر رابط رقم تليفون عندك على الصفحه وعايز الاعلان ده لما يشتغل التفاعل بتاعه عباره عن ان الناس تدوس على كلمه كول ناو فيتصلوا عليك على التليفون، ولا انت عندك ويب سايت وهتحط لنا لينك من الويب سايت الناس تروح عليه تشتري مجرد ما لمس الاعلان بتاعك صوره او فيديو، ولا انت عندك صفحه عايز تزودها لايكس، صفحه زيرو لايكس عايز تخليها بقى ايه فيها فولورز ولايكرز وناس فانز وكده. احنا داخلين عايزين ايه دلوقتي؟ مسج. آه، عايزين نبيع. ماشي عايزين مسج بالظبط. او فيديو اون ممكن يور بتبيع من اد. الويب سايت وممكن تكون بتبيع من المسجات على في حسب الناس في اللي بتبيعك. الحالتين بصوا انا عايز اقول لكم على حاجه، ايا كان هنختار ايه الاعلان بنفس الطريقه مفيش تغييرات فيه، انا بس بتكلم هنا على الغرض من الاعلان. فانا دلوقتي لو انا عايز اعمل بوست اجيب تفاعل على البوست اقول اون يور اد، وهنزل احط التارجت اودينس بتاعي واختار البوست اللي هتفاعلوا عليه، وينفع كمان احط في البوست ده زرار الرساله، يعني الناس لو داست على سند مسج مع انه شغال تفاعل على البوست يجي لي منه رساله عادي جدا. بس الخوارزميات مش هتركز ان يجي لي رساله منه، هو تفاعل. بس لو حد داس سند مسج قشطه هيجي لك اهو كول تو اكشن. بس لو انا الغرض من الاعلان ده ان انا عايز جمهور يجي لي في الحصاله في الانبوكس واخد ودي معاهم وابيع لهم، هتبقى ايه؟ مسج. رساله سند مسج. انت بتشوف مثلا يا حسام ان لو انا عندي ويب سايت الافضل اعمله سند مسج واوديه للويب سايت لا ولا مفيش اخليه اصلا للويب سند سايت مسج على الويب سايت، لا لا يعني بتشتغل ويب لا سايت لا على لا مش طول. قصدي ان لا ان انا يبعت لي مسج فاكلمه فاقول له ممكن تدخل لا الويب سايت لا وتلاقي اكبر حاجات غلطه يبقى فيها اكبر حوار. غلطه احنا بنعملها لما حد يبعت لنا رساله تقول له اتفضل الويب سايت اهو خش اشتري بقى يا باشا، مش هخش. يعني انت لو بتبيع من الويب سايت خليه اصلا كول تو اكشن كونفرجن كونفرجن على الويب سايت على طول، بيع على الويب سايت. تمام. طيب نزلنا بعد ما اخترنا ان احنا نعمل حمله رسائل، طبيعي جدا بيقول لك الصفحه اللي انت عايزها تشتغل عليها اسمها ايه، فبتختار اسم الصفحه، فبيقول لك طب انت عايز بقى تستقبل الرساله دي فين؟ على الفيسبوك بتاع الصفحه على الماسنجر يعني، ولا عايز تستقبل على الانستجرام بتاع الاكونت ده، ولا عايز تستقبل الرسائل دي على الواتساب؟ هنا مش اعلانك بيشتغل فين، هنا بتستقبل الرساله فين. انت ممكن استقبل الرساله هنا واتساب والاعلان شغال على الانستجرام والفيسبوك. اوكي. الواتساب دي انا بقى النهارده على حسب جمهوري انستجرام ولا فيسبوك. في دول البيع على الواتساب احسن من الانستجرام والفيسبوك، في ناس ما بتحبش ارقامها تتوزع على الناس، في ناس ما بتحبش رقمها يروح يعني بتحب تبعت فيسبوك او انستجرام، في دول تانية بيحبوا يشتروا واتساب بس ما بيحبوش اصلا يبعتوا على الفيسبوك ولا الانستجرام خالص اصلا، حتى لو مش متواجدين على الانستجرام بس بيشتروا اكتر من الواتساب من الانستجرام. احيانا كتير بتفتح مدير الاعلانات وتلاقي 100 رساله، تعد على الواتساب تلاقيهم 50. مظبوط. فده بسبب ان هو فتح وما بعتش. يعني انت ممكن تبقى عامل حمله واتساب لحد العميل وتكلم العميل ده تقول له جالك 40 رساله، يقول لك يا باشا والله العظيم ما جاليش غير 20، تقول بقى العميل ده حصل. بيشتغلني ولا ايه؟ لا هو صح، هو الناس بتفتح بتدوس بس ما بتكملش تقول سند مسج واتساب. اوكي. فعشان كده دايما لما بنيجي نحسب تكلفه رساله الواتساب بكام مش بنبص جوه مدير الاعلانات ونحسب تكلفه الرساله كام، بنشوف العميل جاله كام رساله بالظبط على الواتساب ونشوف صرفنا كام وتقسم اللي اتصرف على عدد الرسائل اللي جات له. فهمت حاجه؟ ممكن تكون مشغل كامبين ليد للواتساب على العميل، فتبقى قدامك الليد اللي هي الرساله يعني بتاعت الواتساب ب 100 جنيه ب 90 جنيه الرساله، اوكي. فصرفت 1000 جنيه وراح له المفروض كام رساله؟ 10. هتقسم ال 1000 على 10. غلط، ممكن اصلا يكون وصلوا 7. كلمت العميل انا يدفع. فاكر 10 اللي رد. ماشي تمام. في 3 ما كملوش ما بعتوش اصلا، مسمعين في مدير الاعلانات بس، لكن لما يجي يعد فعلي هو هيلاقيهم اقل بكتير. اوكي. دلوقتي انا لو عندي مكان وعامل فيديو، عندي مول، عندي محل ملابس، عندي مطعم، عندي وات ايفر ايه بالظبط، فهنا انا بشغل اعلان مثلا يا حسام على فيديو، فالفيديو ده بياخد تفاعل بتقول اون يور اد ما بتقولش سند مسج، ولما بتنزل هنا بيقول لك الانجيجمنت تايب
نوع التفاعل اللي انت عايزه على الفيديو اللي انت هتشغل عليه ده، فيديو فيوز ولا بوست انجيجمنت؟ بقول له لا، بوست انجيجمنت، انا مش عايز اجيب فيوز، انا عايز تفاعل على البوست واكمل عادي جدا. بس خلصت. فاحنا نرجع تاني حمله رسائل، واخترنا الصفحات واخترنا الرسائل اللي هنستقبلها فين. طيب لو انا اخترت على الواتساب، بيقول لي احنا عايزين الرقم اللي احنا هنشتغل عليه عشان نبعت لك رساله على الواتساب، صح؟ صح. معاك لحد 50 رقم تليفون واتساب. 50 واتساب، شايفين كلمه 50 واتساب دي؟ يعني انا دلوقتي لو عندي تيم مبيعات في 10 وانا عايز ابيع واخلي ال 10 دول يستقبلوا رسائل، انا ممكن اعمل حمله اعلانيه، كل مجموعه اعلانيه متوجهه لرقم واتساب غير الثاني. انا هنا عامل حمله واتساب، يبقى النهارده الرقم اللي موجود قدامكم ده اللي هيستقبل الرسائل، هتيجي عليه هو. فهمتوا؟ طيب حسام، دلوقتي لو انا عايز الرقم ده ما استقبلش عليه واستقبل على رقم تاني، شايفين كلمه كونكت انذر نمبر؟ ايوه. بدوس عليها عادي جدا على كونكت انذر نمبر، ويقول لي دخل الرقم اللي انت عايزه والكود، وبيجي لك كود وبتفعله. في الاخر الارقام اللي انت بتربطها كلها بتلاقيها موجوده فين؟ تحت السهم ده. هنا اهي. كل ايوه. دي ارقام مربوطه بالاكونت الاعلاني ده، فانا بعمل اعلان في اي وقت اقدر اختار رقم غير التاني. فاهمين قصدي؟ اوكي. على حسب كأنك بترمي كل سيلز مسؤول عن حتة معينة. عن ايه بالظبط؟ فانا النهارده ممكن اعمل حمله، لسه بقى هشرح الكلام دوت، الاي بي او مجموعات الاعلانيه بتاعتنا. لسه هعمل حمله على 3 مجموعات اعلانيه، كل مجموعه رايحه لجمهور غير التاني، وكل مجموعه جايه على رقم غير التاني. او ليها كول تو اكشن مختلف. بالظبط. فهمتوا حاجه؟ اوكي تمام. احنا كل اللي عملناه دلوقتي عرفنا ايه الفرق بين المجموعات الاعلانيه، ودلوقتي بنشرح حمله الرسائل اهو، وبنقول بنختار الصفحه وبنختار هنستقبل الرساله بتاعتنا انستجرام ولا فيسبوك ولا واتساب. حلو قوي، هنستقبل كده الرسائل بتاعتنا على الانستجرام. تمام. اوكي. اوكي طيب، بننزل شويه تحت كده، بيقول لك البرفورمانس جول، انت عايز ايه بالظبط؟ هل بتماكسمايز نمبر اوف كونفرزيشنز، انت عايز النهارده اكبر عدد ممكن من الرسائل تجي لك، ولا لينك كليكس؟ شارح لك هو تحت كل واحده ايه فايدتها بالظبط. الماكسمايز نمبر اوف كونفرزيشنز، لو خدت بالك بيقول لك will try to show your ads so people most likely to have a conversation with you through messaging. بيقول لك ان احنا هنحاول نظهر كل اعلاناتك للناس اللي هم معظم الوقت بيحبوا ان هم يعملوا ايه؟ يبعتوا رسائل. واخدين بالكم؟ تمام. لما بيشوفوا اي حاجه شبه حاجتك. طيب الثانيه بيقول لك اللي هو بيكليك اون ذم، مش شرط هنا يبعت رساله. احنا عايزين ايه؟ رسائل. اول واحده رسائل اه. بس كده بالراحه كده. البيت كنترول، البيت كنترول دي هنشرحها بس بكره مش النهارده، لازم نشرح الاول البادجت. البادجت بيقول لك انت عايز تشتغل باليوم ديلي بادجت ولا لايف تايم بالفتره؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايزكم تبصوا على الرقم اللي هو 48 مليون ده، شايفينه؟ ايوه تمام. شايفين؟ طيب لو انا جيت هنا خليت ان انا الاعلان بتاعي ده هصرف عليه باليوم 500 جنيه مثلا، ايه اللي حصل ناحيه اليمين كده؟ اتاثر؟ لا لسه. طب حلو قوي. يعني البادجت لما بحطه ملوش علاقه بايه؟ بالتارجت اودينس خالص اوكي. الى الان، لسه جايين. لو انا خليته لايف تايم، اللايف تايم ديت بدل 500 في اليوم خليته 15000 في فتره، وليكن خلينا مثلا نقول 530 بكام؟ 15000 15000 في شهر. 15000 مظبوط. فرقت لما اصرف 15000 في الشهر في 30 يوم، هتفرق ان انا اصرف 500 كل يوم لمده شهر؟
ايوه هتفرق، ده كنت وضحتها قبل كده ماديا النقطة دي. حسابات ماديه مش هتفرق صح؟ اه بس تكنيكال بتفرق. لسه هشرح، ما تشرح لك انا احسن. طيب ف 500 كل يوم هي 15000 لمده 30 يوم كصرف كفلوس. لكن في فرق كبير بين الاثنين، تعالوا بقى نعرف واحده واحده. اوكي، الديلي بادجت واللايف تايم. في حاجات موجوده في الديلي بادجت مش موجوده في اللايف تايم والعكس. اللايف تايم في اوبشن لو انا النهارده عايز اخلي الاعلان بتاعي وليكن يشتغل طول الشهر بس يقفل كل يوم جمعه ما يشتغلش، اوتوماتيكلي اقدر اعملها لو هي لايف تايم. هل ينفع اعملها لو هي ديلي بادجت؟ لا. ينفع، بس دي ادفانسد قوي من رولز انا بكريتها وبخلقها للخوارزميه عشان تتبعها، بس انتوا مش مطالبين بالكلام ده خالص. تمام؟ طيب اوكي. فانا بالنسبه لي باجي هنا في اللايف تايم اقول 15000 لمده شهر، واجي هنا تحت كده اهو بقول عايز الاعلان يشتغل من يوم كام وينتهي يوم كام والساعه كمان لو انا عايز. صعبه؟ طيب انا دلوقتي لو بعمل الاعلان الساعه 8 بالليل وانا عايز اعلاني ده يشتغل بكره الصبح، عادي جدا هقول له بكره يشتغل الساعه كام؟ اهو بكره اللي هو يوم 2 فبراير 2 الساعه 10 صباحا اعلان يشتغل. الاعلان ده هيشتغل امتى؟ بكرة 10 الصبح. انا بقى مسافر عندي شغل راح اي حته، فانا اقدر اسكيدول الاعلان بتاعي يبتدي في اليوم اللي انا عايزه والساعه اللي انا عايزها وينتهي في اليوم اللي انا عايزه والساعه اللي انا عايزها. وهنا كمان اقدر اقول له ران ادز اون سكيدول. لما علمت عليها اتخطفتكم انا، ركزوا. ايوه ران اد اون سكيدول اللي هي الزرقاء دي، خط صح الزرقاء شايفينها؟ يعني ايه ران تمام. ادز اون سكيدول؟ يعني شغل الاعلان بتاعي بجدول انا هقول لك عليه. بقول له ايه بقى في الجدول ده؟ ينفع اقول له لو سمحت انا عايز اعلاني يشتغل كل يوم. شايفين؟ تمام. كل يوم بحدد له كل يوم اهو. حلو؟ وليكن مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، ويقفل من الساعه كذا للساعه كذا. المربع الازرق اللي انا بظلله ده معناه الوقت اللي هيشتغل فيه الاعلان. فاهمين حاجه؟ ايوه طب انا عايز اعلان يشتغل على طول ما عدا يوم الجمعه في الفتره اللي انا حاطط فيها الاعلان، عادي جدا اهو. بص انا بعمل ايه هنا؟ بعمل ايه؟ بعمل ايه لحد كده؟ الجمعة بس. بتسلكت الايام، يعني الساعات اللي في يوم الجمعه. عشان يحصل ايه؟ يظهر لي يوم الجمعة بس وبقيت الأيام ما ظهرت. برافو عليك، هنا هيشتغل الجمعه بس. فهمتوا حاجه؟ اوكي. ايوه تمام. لكن لو انا علمت على كل المربعات وما جيتش جنب الجمعه يبقى اعلاني هيشتغل في كل الايام دي ما عدا الجمعه. الساعات دي ما عدا يوم ايه؟ الجمعة. الجمعه. يعني فهمتوا الفكره دي؟ تمام. طيب حسام، السؤال اللي بيدور في بالنا، ابتدي اعلاني بكام؟ اشتغل يوم ولا لايف تايم احسن؟ هقول لكم برضو الفرق بين الاثنين بعد ما اقول لكم الديلي بادجت. الديلي بادجت هنا هقول لكم 500 جنيه في اليوم. ستارت ديت ما تحطش اند ديت. لو هتشتغل باليوم ما بلاش تحط له يوم نهايه، عشان النهارده اوكي. لو انت ناوي تشتغل 4 ايام ولا 5 ايام وتحط له انا هقفل يوم بعد 4 ايام او 5 ايام، انت هتخلي الخوارزميات ان هي اصلا مش مركزه معاك اطلاقا. يعني تكنيكالي انت النهارده مشغل عليك 3 4 ايام مش جاي منك. عارفين لما بيبقى في زبون داخل عليك هيدفع، انت بتهتم بيه صح؟ صح. ما تعرفوش انت هتصرف لمده كام يوم وكام بالظبط. انت 500 كل يوم، هل انت قلت له اند ديت امتى؟ عايز تقول له اند ديت حط له مثلا بعد شهر، فانت فهمته ان انا معاك لمده قد ايه؟ مده شهر. انت بقى لو قفلت عليك بعد 4 ايام في مشكله؟ لا خالص. ولا حصل اي حاجه، بس بلاش تقول له اقفل بعد 4 ايام. الفرق بين الديلي بادجت واللايف تايم جوهريا، لازم تعرف ان الاعلانات بتاعتك بتتقفل كل 24، يعني كل يوم الساعه 12 بالليل نص الليل حسب الدوله. ده بيعمل ايه؟ بدايه يوم جديد. لو جيت اشتغلت ديلي بادجت قبل الساعه 12 دي ب6 ساعات، يعني جرب الساعه 6 مساء كده تقول له الاعلان ده عايزه باليوم يصرف 500 جنيه، هتلاقيه ممكن بنسبه كبيره جدا صرف ال 500 جنيه دي من الساعه 6 للساعه 12. ولاي حد بقى. لاي حد، والجمهور مش جمهورك ويشتغل غلط. واول اصلا ما اعلانك بيبتدي ويجيب جمهور، هو اصلا الخوارزميات بتحلل مين الجمهور اللي خدوا الاكشن، وبعد كده بتودي الاعلان للناس شبه الناس اللي بعتوا لك. فلو اعلانك بدا غلط
هيكمل ايه؟ غلط، خلاص شكرا. مهم. فبدايه الاعلان مهمه، وقت بدايه وانطلاق الحمله ده مهم جدا، عشان يبقى النهارده جمهورك قاعد او مش قاعد. والنهارده لو انت اديت رقم في البدايه وميعاد غلط في البدايه، فالنهارده الخوارزميات بتركز صرف الفلوس دي قبل الساعه 12 باي طريقه، ايا كان بقى النهارده مين الجمهور. وانا فهمتكم قبل كده ان اعلانك لو انت عامل تارجت اودينس حتى لو مليون، هل المليون ده هيكون مهتم؟ لا، مش شرط. مش كلهم النهارده هيبقوا عايزين. قلت لكم في ناس هتلاقيها جابت، وفي ناس هي مترجته بطريقه غلط او وات ايفر. فبالتالي دايلي بادجت تشتغل في بدايه اليوم. حاول تشتغل الساعه 10 صباحا، الساعه 9 صباحا، الساعه 8 صباحا، الساعه 12 ظهرا، 2. بلاش تقرب للساعه 12 بالليل لو هتشتغل بالديلي بادجت. لحد هنا في مشكله؟ لا تمام. لايف تايم مش شرط. اللايف تايم الميزه اللي فيها ان هي برضو انت مثلا لما تيجي تفتح حمله تقول انا عايز اصرف 15,000 جنيه في الشهر. الميزه الوحيده في اللايف تايم عن الديلي بادجت، ممكن تلاقي الحمله في يوم صرفت 500 وفي يوم صرفت 600 700. ليه؟ لان اللايف تايم بيبقى دايما مركز انه يصرف اكبر جزء من البادجت لاكتر وقت الجمهور بتوعك قاعدين. فممكن في يوم تلاقيه عدى ال 500، يوم تاني اقل من 500، يوم تاني عدى ال 500 صرف 600 700. لان هو هنا لما بيجي يلاقي الجمهور اللي انت حاططهم كتارجت اودينس اكتف، انت سامح له انه يصرف، بس مش هتلاقيه صارف فوق ال 500 بكتير. فاهمين؟ تمام. الديلي بادجت هو بيحدد ان البادجت ده يتصرف النهارده من الساعه كذا الى الساعه كذا. بيشتغل معظم الوقت على طول اليوم. اي نعم في احيانا برضو على مدار اليوم في اجزاء بيتصرف فيها الفلوس اكتر من اجزاء ثانيه في اليوم في الديلي بادجت. بس لو هو الساعه 12 جه وكان صارف البادجت بتاعك واقف ما بيصرفش جنيه زياده حتى لو في حد هيبعت، ما بيبعتش. فاهمين؟ فاللايف تايم انا بحبها اكتر من الديلي بادجت. عشان كده انا النهارده بس نخلي الكامبين توبتمايز مع حالها، واخليها النهارده على قد ما تقدر تشتغل في الجمهور اللي قاعدين اكتر وقت ممكن. واكتر وقت بحب فيه اللايف تايم بادجت هو الفتره اللي جايه، فتره رمضان. علشان الناس بتنام معظم النهار، او يعني مش بص في بتفتح السوشيال لخبطه ميديا. بنت لذينه، ناس صاحيه مطبقه لحد الصبح، وناس بدات يومها من الصبح، وناس سهرانه طول الليل، وناس ساعه الفطار مش قاعده، صح؟ مم. فانا ما بحبش اشتغل ديلي بادجت رمضان. المهم احنا كده طولنا قوي في الحتتين دول، بس عشان افهمكم الدنيا بتمشي ازاي فيهم. طيب ابدا اعلاناتي بكام يا حسام؟ كده انت قلت لي الفرق بين الاثنين. انا كحسام بقول لك ما تبتديش باكتر من 5 ل 10 دولار في اليوم، سواء ديلي بادجت او لايف تايم. وتست شوف النتائج اللي بتجيلك ايه، وبناء على النتائج ومبيعاتك من النتائج اللي بتجيلك دي، انت هتعرف عشان الستوك اللي عندك ده تبيعه، او الناس اللي بتجيلك دول عايز اضعافهم، او ايه الدنيا بالظبط، عايز بقى تسكيل وتصرف كام. صعبه؟ بالراحه كده. احنا بننزل بعد كده بنحدد الدوله اللي هنشتغل عليها. بنبدا من هنا بقى نحط الباير بيرسونا بتاعتنا. فاكرين الباير بيرسونا؟ اه مش احنا في الباير ايوه. بيرسونا حاطين الديموجرافيكس، العميل ده يكون فين وفين وفين، والسايكوجرافيكس وكل الكلام الحلو ده هنبدا بقى نطبقه دلوقتي. انا هنا على سبيل المثال هشتغل على دوله زي دوله مصر، او هشتغل على دوله زي دوله الامارات. مبدئيا ما ينفعش تشتغل في مجموعه اعلانيه واحده على دولتين. عود نفسك مم. ان المجموعه الاعلانيه الواحده تبقى لدوله واحده فقط. ممكن اكتر من مكان جوه الدوله، اوكي، لكن دولتين جوه مجموعه اعلانيه ابعد. ما تشتغلش على الاكونت الاعلاني بتاعك اللي بتعمل منه اعلان ممول لمجالين مختلفين عن بعض. لازم مجال واحد بس، اوكي. عشان الاكونت الاعلاني بتاعك يفهم مين جمهورك ومين عايزين ايه والمنتج بتاعك ايه او الخدمه بتاعتك ايه. يعني ما تروحش النهارده تفتح لي اعلان من جوه الاكونت الاعلاني على ناس عايزه لبس وعلى ناس تانية عايزه عقارات. لا، اوكي. ما ينفعش تفتحوا لي على ناس عايزه تجيب اكل من مطعم وعلى ناس تانية عايزه تجيب ساعه واكسسوار وكلام من ده. حتى لو الاكونت نفس الكاتيجوري. حتى لو نفس الكاتيجوري، بنصح دايما حاول الاكونت الاعلاني لمجال واحد فقط. مجال يعني واحد فقط. فاشن يبقى فاشن بس، مثلا ليه؟ عقارات هقول عقارات لك فقط. ليه. عشان في يوم من الايام لما الاستهداف بتاعك يتلغي، وده ممكن يحصل في اي وقت، يتشال من ميتا الاستهداف التفصيلي، وتشال بالفعل دلوقتي. لو عايز تعمل حمله واتساب ما ينفعش تحط جمهور،
فمعنى كده ان ممكن يتشال على الانستجرام والفيسبوك في اي وقت، صح ولا لا؟ فيبقى هو حافظ، مم. يعني يبقى الاكونت حافظ الاودينس. الاكونت بقى حافظ الاودينس، لما اجي اشتغل ساعتها ذكاء اصطناعي او اي يبقى النهارده الاكونت ده باني جمهور بقاله 6 شهور شغال في الفاشون، في اللبس اوكي. ده. والفاشون تختلف، لو انا شغال اكونت اعلاني بعمل اعلانات مموله لفاشون سيدات، ما اعملش رجاله منها. ده لوحده ده لوحده. اطفال لوحده، سيدات لوحدها، رجاله لوحدها. لو انا شغال جين زي بس لوحدهم، لان في الاخر هو بيحلل الاكونتات اللي تفاعلت معاك اخر 6 شهور في الاعلانات، فلما يلاقيهم مثلا من سن 16 او 18 ل 24، هل ينفع ساعتها تشتغل لي ذكاء اصطناعي وتبيع لي وومن وير من 26 ل 40؟ لا. دول جمهور ودول جمهور تانيين خالص. فانت حفظ الاكونت الاعلاني بتاعك. هم عارف انت لما بيكون عندك ملعب، عندك فرقه كره قدم 11 لاعب، مش بتحفظ راس الحربه دوره والوينج دوره والجول دوره، كل واحد ليه دور، صح؟ مظبوط. مهم. تمام. اكونتاتك الاعلانيه كل واحد ليه دور في حياتك، ما بيعملش غيره. كل ما خصصت الاكونت الاعلاني كل ما كان اقوى، مبنيه صح، يطلع بعد كده لما يشيل الاستهداف اشتغل ذكاء اصطناعي يخدمك. ما تجيش تقعد النهارده تبقى بيتك اتخرب. تعال اقول لك على مصيبه تانية انت بتعملها ليها علاقه بالمحتوى بتاعك. اوعى تعمل زياده فيك فولورز على اكونت الانستجرام. اوعى تدخل مسابقات تزود اكونتس او تزود متابعين، الا لو انت واحد بتعمل محتوى ملوش جمهور معين، انت راجل بابليك فيجر. لكن النهارده مجال فاشن، مجال مطاعم، مجال عقار، مجال وات ايفر ايه هو، اوعى تزود فولورز سواء كان فيك فولورز او عن طريق مسابقات. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. مهم عشان خاطر في الاخر الاكونت بتاع حضرتك لما تيجي تنزل بوست وكونتنت وعايزه يجو فايرال وينتشر، هو في الاخر بيحلل برضو الناس اللي عندك على الاكونت. اتفقنا؟ اوكي، ولو كان حصل ده قبل كده ما دي مصيبه يعني. بقى. دي مصيبه، دي مصيبه بصراحه. يعني ما حصل ينفعش ان بايه؟ انا، فيك فولور ولا حصل بايه؟ والله لسه ما عنديش معلومه بالظبط كان عامل البيج يعني. أه... بس هو يعني هم غالبا فيك فولورز يعني. طيب لما بتنزل بوست دلوقتي ناس بتعمل انفولو؟ لا. كمل عادي. هل اقدر ان انا اخش اشيل الفولوز دي؟ كمل عادي يا باشا، بس انت كانك بتبتدي من الصفر، انت بس مجرد ظابط رقم فوق مش اكتر. اوكي. فهمتني؟ اعتبره نفس صفر. الكلام، الفولوز واللايكس برضو نفس القصه، صح؟ بالظبط، اعتبرهم صفر، صفر فولورز. تمام. طيب انا دلوقتي هشتغل على سوق مصر. انا عايز المدن اللي في مصر بس. هتلاقي جنب كلمه ايجيبت سهم كده، شايفينه؟ تمام. تمام. في سهم جنب كلمه ايجيبت، في include all areas و only include cities و exclude cities. لو انا دوست only include cities، يعني انا كده بقول له ايه؟ عايز الاعلان بتاعي يشتغل جوه مدن مصر فقط. لو سمحت ما تشغلوش على الاطراف، ما تشغلوش على القرى، ما تشغلوش على النجوع، ما تشغلوش على الارياف شغلوا فقط على المدن. فاهمين قصدي؟ مهم. طب لو انا قلت له exclude cities رقم 3 دي، يعني اشتغلت عليه فقط. بشتغل على القرى والارياف فقط. طب امتى يا حسام اعمل ده وامتى اعمل ده؟ انت يا باشا منتجك ايه؟ بتبيع النهارده حاجات ليها علاقه بالزراعه ومبيدات وحاجات كده، ولا انت بتبيع انت ايه؟ شغال ايه منتجك؟ انت برضو بتروح حسب منتجك، صح؟ لو انا عايز مصر كلها كل حته شبر شبر فيها، هقول include all areas، اول واحده هي الديفولت. تمام؟ مهم. تمام. طيب كلام حلو. انا وانا بختار اللوكيشن بتاعي عندي طريقتين، يا بقول اسم الدوله هنا، يا بعمل سيرش على المكان اللي انا عايزه واحط البين لوكيشن بتاعي، وده ادق بكتير. وفي حاجه عماله تحصل غلط، في تهيسه في الاكونت الاعلاني، كل شويه يروح لوحده على الكامبين يطلع فوق. خدتوا بالكم؟
ايوه. طيب انا مش هنا عاجبه ال 15,000 محتاج تزودهم مثلا. تقريبا انا هنا دلوقتي ايه ده؟ خدتوا بالكم؟ في حاجة غلط. سابنا وراح على الكامبين برضو تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول تعمل ريفرش للبيج كده وانا يمكن. بعمل ريفرش براستر الراوتر اهو. بالظبط والله. طيب معلش سؤال، هو انا مش ممكن اختار ايجيبت واكسكلود مثلا سيتيز جوه ايجيبت؟ يعني مثلا اه مش طبعا، عايزه. اه طيب طبعا. يعني اكسكلود اللي مكتوبه دي باكسكلود ان انا الكرة بس، او اكسكلود كل السيتيز، ولا انا عايزه اكسكلود مثلا مدينه نصر مثلا، مش عايزاه يظهر لمدينه نصر مثلا؟ بصي انت فاهم؟ دلوقتي انت دلوقتي شغاله بتعملي سيرش اهو، اوكي تمام. معايا؟ انا معاك دلوقتي اهو. مثلا جيت كتبت كايرو اهو، مش عايز ايجيبت اهو، خلاص شيل ايجيبت دي. اول ما احط القاهره اصلا هيظهر لي مثلا اهو. لو انا جيت اوكي. جوه القاهره ورحت قلت له انا عايز الريديوس بتاعي اللي هو 10 ده، يعني القاهره و10 مايلز حواليها. انا دلوقتي كحسام مش عايز الحته اللي هي بتاعه الكوم الاخضر دي او البدرشين والحوامديه، تمام؟ تمام. ابو النمرس وشبرمنت والحته دي كلها ومنى الفيحاء مش عايزهم، شايفاهم؟ امم. اخد، شايفين دروب بن اللي تحت دي يا جماعه؟ اه ايوه. اهي الدروب بن دي لما بدوس عليها كليك شمال بتديني لقطه من الدبوس كده، وارجع احط كليك شمال على الحته اللي انا عايزها او مش عايزها، واقف فوقيها بالظبط وادوس عليها تاني كليك شمال، اداكي دايره ثانيه. خدت بالك من الدايره الثانيه اللي اداها لك؟ انترسكشن. اه اه، تمام. لو انا دوست على السهم ده بيطلع لي سهم جنبه. انا دلوقتي دوست على السهم اللي هو اللي اخره 502، شفتيه؟ اه دوست على السهم اللي جنبه في كلمه ايه؟ اكسكلود. يعني لو انا اكسكلود. عايز شارع معين جوه دوله معينه بحط دايره فوقيه، يا اما بختاره يا اما بستبعده. اه تمام فهمت. ايه رايك في الحته دي؟ تمام، انا كنت فاكره ان انا بفضل اكتب في اللوكيشن مثلا نصر سيتي مثلا، وبعديها مثلا نيو كايرو، طب وبعديها ما انا في كده. الاخر برضو هيبقى في سهم هنا برضو هقول له اكسكلود اهو. تمام اه اوكي. يعني انا ممكن اكتب هنا مثلا كايرو او نصر سيتي زي ما انت عايزه وتطلع، وبعد ما اختارها هدوس على السهم اللي جنب الاكس ده واقول اكسكلود لوكيشن. اه تمام. بس انت عايزه طريقه المبتدئين ولا عايزه النهارده اعرفك لو عايزه شبر جوه مدينه تعمليه ازاي؟ ايوه بالظبط. انا بديك طريقه البروفيشنال او الادفانسد عشان خاطر احيانا لما بتعملي سيرش هنا عن منطقه معينه بتقعدي 6 ساعات تدوري عليها. بالظبط. ليه يا باشا؟ ما انا اهو اعمل زوم وادخل جوه التجمع اهو، نيو كايرو. دخلت جوه التجمع في مدينتي، ادي مدينتي. دخلت جوه مدينتي النهارده اهي، مدينتي بكل في السنترال بارك اهو، وفي كل حاجه جوه مدينتي، تمام؟ تمام. المنطقه اللي نفسك فيها خدي الدبوس وحطيه فوقيها، وان شاء الله تخليها. يعني شايفه مدينتي؟ انا مثلا عايز استبعد مدينتي من القاهره، مدينه بدر اهي، هدوس دروب بن واجي فوق مدينه بدر ادوس دروب بن تاني، اجي السهم بتاع بدر ده. اول حاجه هي دي مش بدر كلها، دي بدر واصله لحد القاهره، فانا هاجي عند بدر اللي هي اخرها 13 فوق، شايفاها دي؟ اه شايفه. اخليها 10 معايا لحد واحد واقول اوكي. لو دوست واحد ده بص جاب لي بدر وحواليها حاجات بسيطه قوي، صح؟ اه تمام. هدوس على السهم ده واقول له اكسكلود، كده استبعد لي ايه؟ اه استبعد المنطقه دي. بدر بس والحته عارفه اللي. لو انت خدتيها من السيرش هنا اسكندريه مثلا او اي منطقه، لا يمكن تقدري تضيقي القطر لحد واحد، اقل حاجه 10. اه تمام. استبعد لك المنطقه دي ومنطقه ثانيه، صح؟ ايوه مظبوط. لكن بالدروب بين ده بيخليكي لو عايزه تارجتي شارع بتعرفي، لو عايزه تستبعدي كيلو في اي حته بتعرفي، حدد عماره معينه. عماره معينه. لو عايز النهارده اقول فلان الفلاني اللي ساكن في العماره دي حرامي، ايوه. اقدر اجيب الدايره احطها فوق دماغه وهو قاعد. على فكره إحنا ممكن نرازي، اقسم بالله ده مرازيه، والله مرازيه. انا بقى بستفاد من الموضوع ده في ايه؟ وانا بحط اللوكيشن باجي انا مثلا عايز ابيع. خدوا بقى الحته الحلوه دي استراتيجيه. انا دلوقتي كحسام عايز ابيع عقار. العقار ده انا عايز ابيعه للناس اللي في التجمع. احيانا ما بحطش التجمع، احيانا بروح جايب الدايره حاططها فوق مول كايرو فيستيفال فوق مثلا. انت غديتني فين يا ايمن باشا؟ ووتر واي 2 ولا 1؟ اما اكلتني بتاع اللوتس ديت اللي بوظت لي بقى الدايت، ساعتها مش عارف ايه اللي نفسي.
ووتر واي 2. فاحطه فوق ووتر واي 2، فوق ووتر واي 1، فوق كايرو فيستيفال. فاحيانا وانا بتارجت هنا انا ممكن اصلا انسى حوار الجمهور ده واروح احط الدايره بتاعتي تبقى فين؟ طب انا رومات في النهارده الاماكن اللي متجمعين فيها كتير عايز اوريدي. الاجانب، بشوف ايه الفنادق اللي بينزلوا فيها واروح احط الدوائر فوق دماغ ابوهم، فاهمين؟ عايز النهارده الاجانب اللي هم الاجانب الاوروبيين مش العرب، عشان الناس اللي في العراق ما يزعلوش، بس الناس اللي اوكي، عايز العرب، اخواتنا العرب. اجي النهارده اشوف مثلا هم نازلين في اي اوتيل بالظبط، عشان نازلين مثلا رحله علاجيه واحط القطر ده فوق الفندق اللي قاعدين فيه، فاهمين؟ تمام. طيب سؤال، احنا ساعات بنعمل كامبين متارجته الجي سي سي، هل الجي سي سي دي برضو تعتبر كذا دولة فكده غلط؟ اه طبعا، امم كل دوله لوحدها يا باشا. اوكي. بس انا كان لما في بحدد الدايره على اماكن مخصصه قوي كده يا حسام مش بيعلي من الريت؟ هو على حسب جمهورك موجود فين، مش حاجات ان انا احطها على دايره معينه. انا دلوقتي ببيع ايه وجمهوري مين وموجودين فين. ما هو كل ما انت جمهورك كان قليلين والدايره بتكون صغيره، معنى كده ان منتجك غالي وعالي، صح؟ مظبوط. فبالتالي استحمل انك الريت يعلى عليك والتكلفه تزيد عليك، صح؟ ايه وايه بلس، ببيع لهم عربيه، ببيع لهم عقار، ببيع مجوهرات، ببيع وات ايفر، ايا كان. انا مطعم لاكجري ريستوران وعايزهم يجوا لحد عندي، معنى كده النهارده ان انا اتحمل الكوست، ما انا منتجي غالي جدا ويتحمل كل ده، وظابط ده من البدايه في التسعير. بس انا ساعات بحط كده وبحدد فعلا مكان بعينه وبيجيب لي ناس من منطقه مختلفه تماما وبعيده. ما انا لسه هشرح لكم بقى الحته دي اللي بتحصل، ما تقلقش. اوكي. شغال اي اي ولا شغال مانوال؟ لا لا مانوال. طيب، قبل ما اخش في الحته اللي بيسال فيها ايمن باشا، هقول لك على حاجه صغيره جدا. دلوقتي احنا خلاص كده في اللوكيشن عرفنا ان احنا عندنا طريقتين، يا بنعمل سيرش وبندور، يا اما بنشوف الخريطه فين اللي احنا عايزينه نحط الدايره، صح؟ تمام كده الناس عرفت ازاي بنستخدم اللوكيشن. تمام. طيب، بس مش ايه اللي بيحصل بقى؟ بيجيب لي ناس من بره الدوائر مع ان انا مش حاطط عليهم دوائر. كانوا جوه الدايره من فتره. برافو عليك، كانوا جوه الدايره امبارح او اول ومشيوا، بيترددوا على المكان ده ومكان شغلهم هنا، بس هم ساكنين في اكتوبر وانا مثلا متارجت تجمع، فهمت؟ او سيادتك سايب العلامه على المربع ده اللي تحت add location reach more people likely to respond to your ads. بمعنى صح، الناس ممكن بره الدايره بس مهتمين برضو. ناس بره الدايره بس مهتمين حضرتك بالاعلانات بتاعتك، شبه الناس اللي هم مهتمين باعلاناتك جوه الدايره. بيقول لك we will also show ads to people interested in your selected cities and regions in those countries. يعني النهارده ايه؟ هيظهروا الناس مهتمين معايا تمام. شبه الناس اللي عندك انت. وصلت؟ تمام في وصل. في مشكله لحد هنا؟ بس دي كده ما يفضلش اختارها، صح؟ ما يفضلش تختارها لو انت منتجك مطعم في حته معينه وعارف ان الناس تيجي لك من اخر الدنيا، ما ينفعش. لو انت دليفري والدليفري بتاعك ما ينفعش يروح اكتر من المنطقه دي. اوكي. لو انت بتبيع عقار وعارف ان استحاله بتوع اكتوبر يشتروا في التجمع. كان قبل كده في اللوكيشن هنا قبل ما يحصل تحديث، الناس اللي على قديمه هيكون فاكرين الكلام ده، كان في تحت كلمه لوكيشن هنا سهم بتدوس عليه، كان يقول لك عايز الناس اللي عايشين هنا ولا الناس اللي بيترددوا على المكان ولا الناس اللي بيسافروا للمكان ده. حد او انت فاكر كنت التفاصيل منزل ده؟ فيديو على الحوار ده. ده زمان ايوه ايوه اتشال، كان موجود على قديمه ده. فعشان كده لسه الموضوع ده موجود لحد النهارده باي ديفولت. بكره ان شاء الله مش همشي انا موجود. بكره ان شاء الله هناخد الاستهداف التفصيلي، ازاي نعمل تارجت اودينس وازاي نعمل حملات والادز تريكس بتاعتنا والكاستم واللوكا لايك وارقام التليفونات والفيديوهات والقصص الكبيره دي والسي بي او والاي بي او بتاعنا، وازاي بكره ان شاء الله يوم دعك بمعنى كلمه دعك. انا كده خلصت، المفروض يخلص النهارده، تحت امركم في اي سؤال اتفضلوا.